من أصول الطبخ إنك ما تزودش الفلفل الأسود على الكبدة، وده لأنه بيغمقها. زيت الزيتون والسمنة البلدي ما بيتقدحوش، تحطهم في الطاسة وتنزل وراهم بالأكل على طول. والزبدة علشان ما تسودش منك على النار، ابقي حطي معاها معلقة زيت. وعود نفسك دايما احتفظ بكوباية من مية سلق المكرونة. ليه؟ لأنها لما بتتحط على البشاميل بتزوده، زائد إنها بتظبط قوامه. لو هتصب أي حاجة ساقعة في كوبايات، يبقى قبل لما تصبها حط الكوبايات في التلاجة نص ساعة مثلا. الكوبايات هتتشبر من بره، ولما تصب فيها الحاجة الساقعة وتيجي تشرب هتحس بالانتعاش. اللوبيا أو الفاصوليا الناشفة أو أي بقوليات عامة، علشان ما تتعبش قولونك بعيد الشر عنك، قبل لما تطبخها انقعها في المية لمدة ساعة أو ساعتين. ربع معلقة الكربوناتو على الملوخية وهي بتتعمل مش هيخليها تسود. ولو عايزاها ما تسقطش منك أو تفصل، يبقى لا تسيبيها تغلي ولا تغطيها. ويمكن تستغرب النقطة دي، بس لما تيجي تعمل أي حلويات ابقى رش عليها رشة ملح خفيفة. رشة الملح دي هتستفز الطعم وهتخليها أحلى. وخليها قاعدة تمشي عليها في طبيخك كله: مفيش لون مفيش طعم. يعني بتشوحي مثلا حتة لحمة مفرومة، ما تطلعهاش بقى لونها فاتح، ولكن اديها لون حروقة بسيط، توصل لدرجة ذهبي كده مش محروقة. الدرجة دي هتخلي طعمها يروح في حتة تانية. ولو عاوز البيض المسلوق يتقشر معاك بسهولة، يبقى حط في مية السلق وهو بيتسلق رشة ملح. التوابل علشان ما تفقدش قيمتها ولا طعمها الحلو، يبقى مكانها الصح بيكون في التلاجة. لما تيجي تشوحي لحمة أو فراخ ومش عايزاها تطول في السوى، يبقى قبل ما تحطيها في الطاسة اتأكدي إن الطاسة سخنة جدا، ساعتها مش هينزلوا ميتهم وهيستووا أسرع. لما تلاقي نفسك فاضية، هاتي شوية توم وقشريهم وحطيهم في علبة وعليهم شوية زيت وسيبيهم في التلاجة. ليه؟ اتزنقت في أي طبخة هتطلعي التوم وتحطيه في الطبخة على طول وهيختصر عليك وقت. والبتنجان المشوي علشان يكون سهل في التقشير وما يغلبكيش، بعد لما تطلعيه من الفرن حطيه في طبق وغطيه في طبق لمدة 5 دقايق، ساعتها القشرة هتطلع بسهولة. وأفضل طريقة تكرملي بيها البصل هي إنك تقطعيه وتحط عليه شوية مية وتولعي النار، وكل لما المية تنشف تزوديها لحد لما توصلي لدرجة الكرملة المطلوبة. واي دقيق تجيبيه سواء بقى فاخر ولا مش فاخر، لازم تنخليه الاول قبل لما تستخدميه، علشان ما يكلكعش منك ويندمك على الطبخة. ولما تيجي تتبلي فراخ بلاش تحطي عليها خل. الخل بيخلي لحم الفراخ يفتل. ولو عاوز تاكل طبق سلطة حلو، يبقى جرب التتبيلة بتاعتي وإن شاء الله هتعجبك. حط عليه ملح وكمون وخل وليمون ومعلقة زيت. وعود نفسك ما تحطش التوابل على السلطة غير وقت لما يكون الأكل محطوط، لأنك لو حطيتها قبلها بمدة السلطة هتنزل ميتها وهتتهري منك. وأي طبخة تتعمل فيها تسبيكة أو طماطم حط معاها ربع معلقة سكر، هتمنع حرقان المعدة والحموضة إن شاء الله. وعود نفسك قبل لما تطبخ هات كل مكونات الطبخة اللي انت هتحتاجها وحطها قدامك، ساعتها مش هتتغلب ولا هتكركب. وانا عارف ان السكينة الحامية خطر، ربنا يفديك، بس لما تيجي تطبخ ما تطبخش ابدا بسكينة باردة او تلمة، لانها هتلودك وهتكرهك في الطبخة. ولو انت عايزة توفري في مصاريف الاسبوع وفي نفس الوقت تشيلي من على دماغك، يبقى كل اسبوع اكتبي الوصفات اللي هتطبخيها طول الايام، وساعتها هتسهل عليك كتير. ولو بتطبخ اي طبخة وحاسس ان ريحتها نفاذة وممكن تنتشر في الصالة وفي الاوض وخايف من كده، شوف هتعمل ايه. هات طبق وحط فيه شوية مية، على عودين قرنفل، على شوية قرفة خشب، ما عندكش قرفة خشب حط قرفة مطحونة، على عصرتين ليمون وسيب القشرة فيهم وولع النار. البخار اللي هيطلع هيخلي ريحة الشقة حلوة وهيغطي على أي ريحة مش عاجباك. وشوف يا صديقي وخليك عارف، بركة الأكل بتزيد بكتر الأيادي اللي بتتمد فيها، فما تبخلش بلقمتك وافتح بيتك للضيف، وده لأن البيت اللي مفتوح مش ممكن أبدا ربنا يقفلها في وش أصحابه. وخليك برضو متأكد إن مش مهم الأكل يكون غالي أو رخيص، عالي ولا بسيط، المهم إنه يكون معمول بحب، وده لأن الحب بيظهر في طعم الأكلة وبيحليها. وربنا يجعل دايما بيتك مليان بالخير، ويجعلك دايما في الزيادة. وأخيرا، لو فيديوهاتي أوقات بتظهر لك وأوقات لأ، فأنا اسمي أحمد أيمن، دور عليا لو جيت على بالك، ويشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم.